برعاية إيران والخونة من الكرد على أعتاب خيانة أخرى. تواصل إيران كإحدى الدول المحتلة لكردستان مساعيها الحثيثة لتدمير البقعة الوحيدة المحررة من كردستان، ذلك الجزء الذي أصبح مظلة وملاذا للكرد، إقليم كردستان. فباتت تبذل جهودا أكثر من ذي قبل لتحقيق مشروع الهلال الشيعي والقضاء على كيان إقليم كردستان، ولهذا استعانت ببعض الأحزاب والتنظيمات الكردية المرتزقة والمأجورة من خلال منحهم المال والمساعدات الأخرى ليخونوا شعبهم ووطنهم. فيا ترى ما هو مشروع الهلال الشيعي وأية منطقة يضم؟ الهلال الشيعي مصطلح سياسي يوصف به جغرافيا شيعية في الشرق الأوسط تمتد من إيران إلى لبنان وتضم العراق وسوريا. استخدم هذا المصطلح العاهل الأردني عبد الله الثاني في أوائل ديسمبر عام 2004 وداخل الأدبية السياسية آنذاك. وحقيقة أن الهلال الشيعي يتحدث عن بنية سياسية وليس عن بنية ديمغرافية. فمن الناحية الديمغرافية المناطق الشيعية في لبنان وسوريا ليست تكملة للمناطق الشيعية في العراق وإيران، ولا يشكل الشيعة لبنان وسوريا غالبية سكان البلدين، كما لا تعتبران أي سوريا ولبنان دولتين شيعيتين. فالهلال الشيعي هو نتيجة الهيمنة الشيعية وسيطرتها وليس هيمنتهم الديمغرافية. تم إدراج مصطلح الهلال الشيعي في الأدبية السياسية من قبل العاهل الأردني كما قلنا بعد وصول الشيعة إلى السلطة في العراق عام 2005. ففي ذلك العام وبدعم من إيران أصبح الشيعة العراق يحكمون البلد لأول مرة بأغلبية المقاعد البرلمانية. لعبت إيران دورا رئيسيا في إنشاء الهلال الشيعي. فحزب الله اللبناني ولد من رحم سياسة المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران الخميني، والتي عرفت باسم تصدير الثورة. تأسس حزب الله عام 85 بدعم من إيران. تم تدريب قادته ومقاتليه على يد إيران، كما تم تخصيص ميزانية كبيرة لهم. كان نظام حفظ الأسد في البداية نظاما قوميا عربيا، لكن منذ الثمانينيات بات في ظل حكم الجمهورية الإسلامية الإيرانية. فضل النظام السوري الهوية العلوية على حساب القومية العربية. باختصار، إن سيادة الشيعة لبنان وسيطرة الهوية العلوية على نظام الأسد ووصول الشيعة العراق إلى السلطة ونتيجة تدخلات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذه البلدان. عام 2012 وتزامنا مع عملية التطور والتنمية التي عصفت بالشرق الأوسط، زادت رغبة إيران في التوغل والتموضع في إقليم كردستان، لكن كان من الصعوبة بمكان التوجه الإيراني المباشر في إقليم كردستان. ورغم أن الاتحاد الوطني الكردستاني دعم الوجود الإيراني هناك، إلا أن الجمهور المحتشد حوله كان محدودا. كما تيقنت إيران أن الحشد الشعبي لن يكون محل قبول للشعب، وكذلك الجيش العراقي، لكن بالإمكان حشد سكان المنطقة حول تنظيم يحمل اسما كرديا. وتحقيقا لاستراتيجيتها عينت إيران حزب العمال الكردستاني باكيكا مماثلا لها في إقليم كردستان وخاصة في جرميان. وكل من لديه أدنى علم بخارطة المنطقة يدرك جيدا الرابط المشترك الذي يبدأ من جرميان مرورا بكركوك الموصل مخمور وينتهي بشنغال. كما يمكن للمرء أن يرى أن هذا الخط يصل للروجافا كردستان، أي أن جرميان هي نقطة الانطلاق لمشروع الهلال الشيعي الإيراني داخل أراضي إقليم كردستان. كما يعلم الجميع بالعلاقة الدائمة بين الاتحاد الوطني وإيران، فقد أصبح الاتحاد الوطني خاضعا لسيطرة إيران بشكل لا يمكنه أن يقول لا لإيران. وإن أي سياسة تريد إيران مزاولتها في إقليم كردستان وضد الشعب الكردي فتحققها وتنفذها عن طريق الاتحاد الوطني والباكيكا. في المقابل تمول إيران هذين الحزبين ماديا وتسليحا، كما تمنح كبار قادة الباكيكا فرصة السفر من مطارات إيران والعراق إلى أوروبا. من ناحية أخرى تتكفل إيران حماية ورعاية قادة الباكيكا عن طريق مؤسساتها الاستخباراتية. وبحسب المعلومات عقد مؤخرا اجتماع مشترك للأطراف الشيعية وممثل بافل طالباني والباكيكا بقيادة إيرانية في منزل قيس الخزعلي زعيم عصائب أهل الحق ضمن ميليشيات الحشد الشعبي. تم من خلاله اتخاذ قرار ببناء 3 قواعد جديدة في 3 مناطق مختلفة من كردستان لتنفيذ مشروع الهلال الشيعي ومحاولة قولبة الشعب الكردي في إقليم كردستان، ومن ثم القضاء على الكيان الرسمي لإقليم كردستان وبشكل نهائي. تشير المعلومات إلى أن القاعدة الرئيسية ستكون في روجافا كردستان، وأخرى في كركوك، والأخيرة في سليمانية.
ومن الضروري أن يكون هناك ممثل عن جميع الأطراف الشيعية في كل قاعدة، وتقدر ميزانية كل قاعدة ب4 ملايين دولار على أن يتم تأمين هذه الأموال الطائلة من قبل بافل طالباني. ومنذ سنوات يستولي بافل طالباني على إيرادات المنافذ الحدودية والعائدات الداخلية لمحافظة السليمانية، ولا يسمح بإرسالها إلى الخزينة العامة لحكومة إقليم كردستان، علما أنه لا يستخدم هذه المبالغ الضخمة لخدمة عوائل الشهداء والبيشمركة والشعب البائس، بل على العكس يستخدمه لصالح أعداء الكرد وكردستان، ووضع يده وبدون أدنى خجل في أيدي أعداء الكرد وكردستان في محاولات منه للاحتماء في ظلهم. وقد انكشف معدن بافل طالباني وحلفائه في أحداث 16 أكتوبر الخيانية عام 17 في كركوك بشكل فاضح. تلك الخيانة التاريخية التي ارتكبت بحق الكرد في إطار تنفيذ مخطط الهلال الشيعي الإيراني، والذي تم إثره تسليم 51% من أراضي إقليم كردستان إلى دولة الاحتلال العراقي. وما يجري من أحداث مأساوية إنما هو استمرار لخيانة 16 من أكتوبر. باختصار، يلعب الاتحاد الوطني دور النظام الأسد في سوريا، كما تلعب البككة دور حزب الله اللبناني في تنفيذ مشروع الهلال الشيعي بالنسبة لإيران. يرى مراقبون السياسيون أن الولايات المتحدة الأمريكية على اطلاع بهذا التحرك الإيراني، وأن جزءا من التحركات العسكرية الأمريكية داخل العراق وعلى الحدود بين العراق وسوريا هو ضمن إطار التصدي لهذه المحاولات الإيرانية، وأن الولايات المتحدة تحاول التصدي لإيران وحماية إقليم كردستان لما يحتله الإقليم من موقع استراتيجي هام علاوة على موارده الطبيعية الهامة. من ناحية أخرى، ترى الولايات المتحدة أن توسع الهلال الشيعي يشكل تهديدا كبيرا لمصالحها في الشرق الأوسط، وأنها ستفعل كل شيء لتدمير هذا المخطط الإيراني المدمر.